لامين يامال ايام ما كان بيرد على لعيبه في الملعب، ده رابيو لاعب فرنسي استفزه في انهاء اليورو. خلينا اوريكم اللقطه، ولكن قبلها هنشوف كام لقطه للعيبه تم استفزازهم قبل المباراه وعملوا ايه اثناء المباراه. رونالدو قبل المباراه الجماهير عمالين يقولوا ميسي ميسي، ورونالدو رد عليهم بايه؟ الهدف الاول ركله جزاء، ورد عليهم بهاتريك. شوفوا الهدف الثاني والهدف الثالث. شوفوا ايام زمان رونالدو برضه، مش دلوقتي، ما تفكروش ان مستوى رونالدو هو دلوقتي اللي كان زمان. شوفوا الجول الصاروخي ده، شوف رونالدو كان عامل ازاي زمان. ادالهم هاتريك وقال لهم يلا سمعوني كده، ولكن كلنا عارفين مين الافضل في التاريخ، رونالدو. مانويل نوير لما قال لميسي احنا هنشوف مين الكينج او مين الرئيس او مين القائد، وهنا راح عمل حركه. شفت المدافع الطويل ده بويتينج كان من اقوى المدافعين، اداله واحده وقعه، هو كانه عماره كده وقعت قدام ميسي. كان منظره مضحك جدا، وحط الكره لوب على مانويل نوير بدون ما يتكلم كتير. وعلى فكره ميزه ميسي انه مجرد ما هو يجيب جول ما يقعدش يقوم قايل انا رديت على اللي حصل، لا هو بيجيب جول وخلاص. هو ده نظامي، انا مش بتكلم كتير. اللقطه الثالثه بقى ادريان رابيو لاعب الفرنسي المنتخب الفرنسي لما كان اتكلم عن لامين انه بيقوم قايل هو ما جابش احسن حاجه عنده، يعني هو كان بيضغط لامين يامال بطريقه هو لاعب صغير ولسه ما اداش حاجه، يعني لسه ما عملش حاجه، وريني اخرك. فهو بيعمل الحركه دي، بيقول لامين يامال وريني اخرك عشان يضغطه، وهي بتبقى حرب نفسيه طبعا قبل المباريات. ولكن بعدها لامين يامال رد عليه بطريقه مبهره، وكلنا اتفرجنا على الهدف اللي هو في النهائي قدام فرنسا. شوفوا اهو رابيو اهو قال له طب تعالى خد دي. ومن يوميها لامين كل حاجه عنده لازم يستفز قبل المباراه، ورد في الملعب. ما تستفز يعني، ما تتعودش او ما تتعلمش نفس نظام رابيو ده، ان هو خلاص عامل اللقطه ان هو شوف. حتى ميسي ما كانش بيرد يا لامين. هنا لقطه مستفزه لحارس ايفرتون، كانوا عايزين يطلعوا من المباراه دي بتعادل، فهو بيحاول يهدي ويضيع وقت في الشوط، نهايه الشوط الاول، بحيث ان هو ايه ما يخليش انه ليفربول يكون فايز. ولكن في نهايه الشوط الثاني راح اليسون عمل نفس الحركه دي والجماهير عمالين يضحكوا. ليه؟ لانه هو قصد يعمل نفس اللي عمله حارس ايفرتون. في مدرب من المدربين قال على بالوتيلي ان هو واحد مجنون، شخص مجنون. راح جاء بالوتيلي قال له انا اوريك مين المجنون، واداله الهدف، وراح له قال له عرفت مين العاقل والمجنون؟ راح للمدرب. بس برضه بالوتيلي كان مجنون بصراحه كان مجنون. وهو اللي بقى بصوا من اللعيبه اللي عنده مهارات رهيبه، ولكنه ضيع نفسه بسبب عقليته برضه. هنا مورينيو كان بيتكلم عن هنري، وبيقول ان مورينيو كان ايامها بيدرب تشيلسي، وبيقولوا ان هنري مش بيعرف يسجل الا في المباريات الصغيره. طبعا هنري ايامها كان بيلعب مع ارسنال، تمام. وجاه هنري في المباراه ديت وسجل هدفين على تشيلسي. الموضوع ما وصلش كده. وبعد كده راح اتكلم مع الصحفي وقال له هو قال لي ان انا دايما بسجل في المباريات الصغيره، وفعلا انا دلوقتي سجلت مرتين في ماتش صغير زي ده. وقصده مين؟ ان تشيلسي فريق صغير. وبما انك وصلت الى هنا لايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد.